تحمل بطولة السوبر الافريقي ذكريات خاصة للنادي الاهلي، حيث كانت المواجهة الاولى للنادي الاهلي مواجهة مرتقبة حصل بعدها مشاكل كتير جدا، امتدت اثر المشاكل ديت للاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث واجه النادي الاهلي ابطال الكؤوس نادي الزمالك ابطال الدوري في مباراة مرتقبة في نهائي السوبر الافريقي، ونشبت ازمة كبيرة جدا بين النادي الاهلي والكاف، ادت الى انسحاب الاهلي من البطولات الافريقية، والكاف رد على الاهلي بالايقاف. المباراه كانت في جنوب افريقيا في جوهانسبرج، وحضرها 25,000 متفرج في جنوب افريقيا، مباراه كبيره جدا، ولكنها كانت مباراه سيئه ومتواضعه بسبب التوتر اللي كان موجود في المباراه والشد الكبير جدا بين الفريقين، ولكن المباراه حسمها هدف صاروخي لايمن منصور في الدقيقه 87 لصالح نادي الزمالك عشان ترجع المباراه ويرجع الصراع من جديد بعد 30 عام. ولكن المره دي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا البطوله البديله لابطال الدوري، الزمالك بطل الكونفدراليه البطوله البديله لابطال الكؤوس، عشان يتجدد الديربي الاقوى في تاريخ افريقيا. وطبعا الدليل على كلامي نهائي القرن والبروموجندا اللي حصلت على البطوله ديت وعلى النهائي دوت، وكمان الكلام اللي حصل بعد الماتش والضجه والصخب الجماهيري الكبير جدا اللي حصل بعد الماتش وبعد نهائي البطوله. هات لي نهائي من نهائيات بطولات الكاف للانديه طبعا بنفس قوه نهائي القرن، مستحيل هتلاقي، مفيش اي نهائي بيوازي الديربي الكبير جدا بين الاهلي والزمالك عشان يعود الصراع في بطوله قاريه كبيره جدا. اي نعم مش بنفس قوه نهائي الكونفدراليه، ولكنها بطوله قويه جدا وبطوله قاريه جدا زي بطوله السوبر الافريقي ينتظرها الملايين من عشاق الاهلي والزمالك في الوطن العربي والشرق الاوسط وكمان داخل قاره افريقيا. وطبعا نهائي القرن لن يتعوض ولن يتكرر بسبب ان نهائي القرن حسمه محمد مجدي قفشه في الدقيقه 85 بهدف قاتل، ثم بعد كده بهدف القاضيه ممكن. الهدف ده خلى النادي الاهلي يوصل ل 13 بطوله قاريه، يبعد بعيد جدا عن اقرب منافسين اللي هو اصلا الزمالك ومازيمبي، والزمالك وقف عند رصيد 5 بطولات والاهلي وصل ل 13 بطوله وهيمن واكد هيمنته على بطوله افريقيا. الاهلي هيدخل بتشكيل متوقع في حراسه المرمى طبعا محمد الشناوي، في الباك الشمال عندك طبعا يحيى عطيه الله، جنبه رامي ربيعه وجنبه ياسر ابراهيم، او ممكن ينزل اشرف داري، وطبعا هتكون مفاجاه كبيره جدا ومفاجاه قويه جدا. وعندك في الباك اليمين هيكون محمد هاني. عندك بقى ثلاثي خط الوسط اكرم توفيق امام عاشور، تحتهم مروان عطيه. طبعا خط الوسط بيكون مباراه لوحده تماما، حيث الاهلي ظهر بشكل سيء جدا في اخر مواجهتين جمعت الاهلي والزمالك. المباراه الاولى في السعوديه يوم 8 مارس اللي انتهت بفوز الاهلي، ولكن الاهلي كان خارج المباراه تماما طوال المباراه بسبب سيطره الزمالك على نص ملعب نادي الاهلي ونادي الزمالك، وكان النادي الاهلي بيقدم واحده من اسوأ مباريات القمه. ولكن الملعب اتعادل كده لما كولر نزل محمد مجدي قفشه نص ملعب وظبط ايقاع المباراه، وكمان الزمالك ومدربه طلع مين؟ طلع عبد الله السعيد وناصر ماهر، فالاهلي رجع تاني عمل الايقاع وظبط الايقاع بنزول محمد مجدي قفشه، وقدر النادي الاهلي يسجل الهدف الاول عن طريق امام عاشور اللي صنعه محمد مجدي قفشه، والهدف الثاني اللي سجله محمد مجدي قفشه واللي صنعه امام عاشور. حتى في المباراه الثانيه اخر مباراه جمعت الفريقين كانت مباراه الدوري الدور الاول اللي حسمها سيف الدين الجزيري بقضيه سيف الدين الجزيري، ولكن المباراه ايضا سيطر عليها الزمالك والاهلي كان تايه تماما. فطبعا هتيجي تقول الاهلي اقوى، اقول لك لا، لان نفس العناصر اللي موجوده حاليا في الاهلي هي نفسها كانت نفس العناصر الموجوده في الزمالك. اي نعم في باقي المباريات الاهلي اقوى وبكتير جدا وبفرق كبير جدا، ولكن في مباراه القمه الوضع بيكون مختلف تماما. يعني انت عندك دونجا بيقدم في ماتشات القمه واحده من اقوى المباريات، انت تقول دونجا ده لاعب تاريخي، ولكن شوف في باقي الماتشات لاعب على قده يعني. فعشان كده مباراه القمه دايما ليها حسابات مختلفه تماما، ودايما يعني انت بنتكلم في عبد الله السعيد 40 سنه وبنتكلم في ناصر ماهر يعني لاعب مش مستقر المستوى ولاعب مش ثابت، وكمان دونجا لاعب يعني متواضع، ولكنه في ماتشات القمه يعني اخر مباراتين كانوا هم اللي مسيطرين على نص ملعب النادي الاهلي ونص ملعبهم طبعا. فعشان كده لازم النادي الاهلي يركز جدا، ولاعيبه النادي الاهلي بالتحديد لاعيبه خط وسط النادي الاهلي امام عاشور واكرم توفيق ومروان عطيه يكونوا في كامل تركيزهم عشان ما يخسروش المباراه الثالثه على التوالي ويخسروا نص ملعبهم، وطبعا هم المسؤولين عن منطقه نص الملعب. فيعتبر دي ميني ماتش بين خط نص ملعب الاهلي وخط نص ملعب الزمالك، ويعتبر خط نص ملعب الزمالك كسب في اخر مباراتين. فلازم لاعيبه النادي الاهلي تركز، وبالتحديد اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور يركزوا جدا في المباراه دي، لانهم اخر مباراتين خسروها مع لعيبه وسط نادي الزمالك. اكيد بقى في الخط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي بيرسيتاو وعندك حسين الشحات، وقدامهم الهداف التاريخي او الهداف يعني اللي متوقع انه يكون هداف تاريخي وسام ابو علي، اللي ما شاء الله سجل وحسم هداف الدوري المصري في 6 شهور بس، حصل على لقب الهداف في منافسه شرسه جدا مع فيستون مايلي. اتوقع ان النادي الاهلي لو سجل هيسجل من الاختراق من العمق عن طريق بقى الاختراقات اللي بيقدمها حسين الشحات مع اسامه ابو علي والوان والتو، وكمان ضم امام عاشور للعمق، وكمان الزياده اللي بيقدمها اكرم توفيق للعمق، وكمان بيرسيتاو لما بيضم للعمق ويلعب الاوفر او بيسدد. ولكن انك تخترق من الاطراف وتعمل اوفرات انا اتوقع انها هتكون حاجه صعبه جدا، لان باكات الزمالك متميزين في الفتره الاخيره، وكمان هيرجع معاهم واحد زي زيزو قوي بدنيا، وعندك كمان اللاعب الجديد هيكون برده قوي بدنيا، فهيكون صعب جدا انك تخترق نادي الزمالك من العمق. فانا اتوقع وبقولها لكم من دلوقتي
النادي الاهلي لو عايز يكسب الزمالك يركز اكتر على الاختراق بالعمق عن طريق حسين الشحات وامام عاشور، والناحيه الثانيه بيرسي تاو واكرم توفيق، وطبعا الهداف اللي موجود مستني كل الكلام ده كله عشان يبروز ويسجل اهداف وسام ابو علي. يعني بقولها مره ثانيه اهوت وخدوها سكرين عندكم، الاهلي لو سجل في الزمالك هيكون عن طريق الاختراق من العمق وليس الاختراق عن طريق الاطراف. ولو جينا بقى نبص على اخطر سلاح في الزمالك من وجهه نظري هو الصفقه الجديده ميشيالك. لاعب سريع جدا، ما شفتش لاعب بقالي فتره كبيره بالسرعه والقوه اللي هو موجود بها دي. لاعب عنده كنترول عالي جدا بالكوره، بيجري في المرتدات وسريع يعني زي البرق ما شاء الله. ولكنه يعني هو في كده من كواليتي احمد السيد زيزو، ولكنه بيتميز عن زيزو ان هو عنده كنترول اكتر بالكوره، وهو بيجري بالكوره وهو بيراوغ وهو بيجري في المساحه، الكوره بتبقى زي ما هو عاوز، الكوره ما بتروحش منه يمين ولا شمال، عكس زيزو اللي بيفقد السيطره شويه على الكوره هو في حاله الجري بالكوره. ولكن ميشيالك لاعب عالمي جدا في التحكم في الكوره، وكمان عنده سرعات مميزه جدا، فلازم النادي الاهلي يعمل حساب اللاعب ده ويركز معاه جدا ويوقف معاه لاعب ويعني يتمكن ان هو يسيطر على اطراف الزمالك، زيزو وميشيالك، لانهم بالنسبه لي اخطر لاعبين في الزمالك. وطبعا زي ما قلت زيزو بيتميز طبعا بالعرضيات الكبيره جدا لسيف الدين الجزيري، المميز ايضا ان هو بيغفل كده دفاعات النادي الاهلي عموما يعني. وكمان عندك ناصر ماهر وعبد الله السعيد لو لعبوا في نص الملعب لازم زي ما قلنا ان لعيبه نص ملعب النادي الاهلي تكون مركزه وانها تكسب المباراه ديت في المباراه والميني ماتش اللي بينهم، وان النادي الاهلي يعني يحكم سيطرته على نص الملعب. ولكن اتوقع بشكل عام ان المباراه تكون سجال بين الاهلي والزمالك، ده مش هيكون عايز يمسك الكوره وده مش هيكون عايز يمسك الكوره، ولكن اتوقع ان في اول ربع ساعه بحكم ان النادي الاهلي الاقوى فنيا ونفسيا ولسه متوج ببطوله الدوري، ان النادي الاهلي اول ربع ساعه هينزل ضاغط بشكل قوي جدا على نادي الزمالك، لعل وعسى يسجل في اول ربع ساعه، هيضغط وهيعمل ضغط متقدم على نادي الزمالك. ولكن لو عدى ربع ساعه والنادي الاهلي ما سجلش، النادي الاهلي هيرجع يرمي الكره للزمالك ويسيب الزمالك ويبدا يتراجع عشان الزمالك يبدا يتقدم تاني، لان الزمالك هينزل متراجع وبيعمل دفاع منطقه. ولكن لما النادي الاهلي يسيب له الكوره الزمالك هيعمل ايه؟ الزمالك هيبدا بقى يفتح خطوطه ويبدا يسيب مساحات للنادي الاهلي، النادي الاهلي يقدر يشتغل فيها عن طريق حسين الشحات بيرسي تاو وسام ابو علي وامام عاشور بين الخطوط واكرم توفيق كده، يعني هيبدا يسيب مساحات، النادي الاهلي يبدا يهاجم المساحات دي. ولكن اتوقع ان المباراه يعني هتكون ما فيش فريق بيمسك الكوره وعمال يهاجم من كل الزوايا ومن كل الوضعيات. المباراه هتكون برضو ايه، المباراه اللي بتبقى كؤوس ديت، والمباراه اللي بيبقى فيها صخب جماهيري قوي ديت، وبيبقى فيها بروموجندا اعلاميه دي، المباراه بيبقى فيها حذر كبير جدا، وبيبقى يعني في الكره المصريه بيبقى ما فيش مباراه ممتعه ما دام المباراه مهمه، بتبقى نسبه المتعه اقل شويه لان اللاعبين بتبقى خايفه، ملتزمين بالوضع التكتيكي والشكل التكتيكي اللي المدربين بيحطوه، فبتبقى المباراه اقل شويه. ولكن اتوقع ان النادي الاهلي هينزل ضغط في الاول ولكن هيتراجع بعد كده، والزمالك برضه هيكون عايز يلعب على المرتدات لان اكتر ما يميز الزمالك قدام النادي الاهلي بالتحديد ان هو يلعب على المرتدات. فاتوقع ان المباراه هتكون يعني ده مش عايز يمسك الكوره وده مش عايز يمسك الكوره، ولكن في النهايه الاستحواذ هيكون للنادي الاهلي. ومش عارف بصراحه المباراه تخلص على ايه، مباراه صعبه جدا. فانت اكتب لنا في التعليقات تتوقع مباراه السوبر بكره ان شاء الله هتنتهي كام لكام، وصاحب التوقع الصحيح الف مبروك طبعا، معيش حاجه اقدمها له. السلام عليكم.